كده عندها حب ان هي تاكل الرنجة والفسيخ والحاجات دي في العيد. كان نظام نفس نظام شم النسيم والاعياد التانية، فهم حابين حاجة زي كده ان هم ياكلوا رنجة وفسيخ. تكون عادة فرعونية، ممكن تكون عادة بترجع للعصر الفاطمي. الشعب المصري بيربط الأعياد والمناسبات بتاعته بتقاليد وعادات غريبة يعني، بس برضه ما أعتقدش يعني مش شرط إن تاكل سردين وفسيخ ورنجة. أنا واحد من الناس بحب أفطر كشري أول يوم العيد. ايه علاقة الرنجة والسردين بالمصريين؟ والله هي عادة الناس متعودة عليها، يعني أنا كبرت لقيت والدتي متعودة عليها بتجيبها، عادة عند المصريين من أيام أجدادنا يعني. انت بقى ايه هتتغدى اول يوم؟ هتغدي رنجة أكيد يعني.